بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما أسلفنا للأحبة الكرام وأعلنا في الحلقة السابقة عن دار النشر المغربية التي استولى هذا الكتاب الذي أصبح مثارا للجدل حتى قبل صدوره، ودعونا من خلال يعني الحلقة الأولى مع جريدة الحدث الآن أو عبر جريدة الحدث الآن تي في القراء والمتتبعين والمهتمين أن يتريثوا إلى حين صدور كتاب عن دار الوطن إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن سنتحدث عن دواعي تأليف هذا الكتاب والسبب الذي تحكم في إصدار في تأليف هذا الكتاب أصلا، الذي هو خلاصة بحث يعني نشأت لدينا مع سؤال سنة 1996 حول التراث، لما لمسنا الاختلاف الشديد بين كتاب الله سبحانه وتعالى وما تضمنه من آيات للرحمة والدعوة بالتي هي أحسن ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ودعوة إلى التآلف والمحبة الصادقة في كل مضامين كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كل إشاراته، والبعد عن الكراهية، وأن الأفضلية لأهل التقوى والصلاح الذين يفيدون أمتهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلاحظت أن هناك اختلافا بين العديد من الأحاديث المرويات في كتب التراث وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، فقلت في نفسي لا يمكن أن يكون مصدر هذين الاتجاهين المتناقضين لا يمكن أن يصدر عن نفس الشخص. فإذا كان كتاب الله سبحانه وتعالى موحى به إلى نبيه يأمره ويحثه عن الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة أن رسول الله كان رحمة على الناس، لا يمكن أن نجد حديثا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري على أنه يقول: أرسلت بالذبح، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالذبح، والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووجدت يعني أحاديث كثيرة يعني تتناقض مع كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: ادعوا إلى، يقول بقوله تعالى: فبما رحم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وسؤال الله سبحانه وتعالى الإنكار لنبيه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تجدها تتناقض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. في صحيح البخاري هذا الحديث لا يمكن أن يقوله هذا الشخص الذي سأله الله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سأل الله هذا السؤال الإنكاري وأمره بقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهو لا يكره أحدا، فهو يذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فسيعذبه الله العذاب الأكبر. فبدأنا نشتغل كمن اشتغل قبلنا وبعدنا ومعنا يعني على هذا العمل، على أن نقارن بين الوحي المطلق المنزل على الرسول الكريم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين المرويات التي نقلت إلينا بعد أزيد من 100 سنة على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأت تدوينها بعد 100 سنة على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني كثير من الجهود بذلها الأئمة السابقون في تنقية الحديث. مثلا الإمام أحمد ينسب إليه أنه قال يعني أنه انتقى كتابه من 1,000,000 حديث. البخاري
من أزيد من 600 ألف حديث، وهكذا. يعني كانت هناك موجة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الثاني الأول والثاني الهجري. وحاول بعض المشايخ يعني المؤلفي كتب السنة أن ينقوا ويصفوا هذا التراث، لكن بعد هذا الجهد الذي قام به هؤلاء أصبح هناك ركود، واكتفى الناس بما أثله هؤلاء الفقهاء، وسد باب الاجتهاد يعني سدا نهائيا، وقالوا أن السنة يعني وصلت إلينا كما هي بدون زيادة أو نقصان، وأن الأول لم يترك الآخر شيئا، في حين أن العمل لا زال يحتاج إلى جهد جهيد، ولا زالت هذه الأحاديث تحتاج إلى تنقية وتصفية. هم بذلوا جهدا ونحن لم نبذل أي شيء، وأصبحنا عالة عليه. يعني لا اجتهاد إلا اجتهاد سلفنا الصالح، لا رأي إلا رأي سلفنا الصالح، لا حديث إلا حديث سلفنا الصالح. وأنت ما قيمتك؟ من أنت؟ الله سبحانه وتعالى عندما وجه خطابه وجهه للناس، فكل الناس معنيين بأمور الدين، وعليهم أن يناقشوها ويبحثوا فيها. يعني حتى أن أصحاب السعير لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في اعترافاتهم وهم في السعير يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. فلو كانوا يستعملون عقولهم ليصلوا إلى الحقيقة بعد الاستماع وبعد معرفة الحقائق كما هي، ويستخدموا المناهج العقلانية التي تعصم العقل من الوقوع في الزلل، ما كانت النتيجة التي وصلوا إليها، بل قلدوا يعني كبراءهم فأضلوهم السبيل. هكذا وقع لنا نحن، والأمثلة كثيرة في القرآن عما نعيشه الآن. واتخذنا كتاب الله سبحانه وتعالى مهجورا، هجرناه هجرا نهائيا لصالح مرويات فيها الضعيف وفيها الصحيح، ولم نستطع التمييز بين الوحي الذي هو الدين وبين التراث الديني الذي هو اجتهاد بشري صرف، يمكن أن نقبل منه ما يناسبنا ونرفض ما لا يناسبنا، نقبل منه ما أقنعنا ونرفض ما لم يقنعنا. والعمدة في ذلك العقل النقي، وقبله كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمحفوظ هو كتاب الله وليس غيره، لم يحفظ الله الأحاديث، لم يحفظ مجموعة من الأمور. فكان هذا الكتاب لصحيح البخاري نهاية أسطورة، بحث جديد في مضامينه، جديد في حتى في المنهجية المستعملة، لأنه إذا استعملنا منهجية ما يسمى بعلم الرجال أو علم مصطلح الحديث الذي من ضمنها علم الرجال، فسننتهي إلى نفس النتائج، بنفس المقدمات تنتهي إلى نفس النتائج. لكن العصر تطور، حاولنا أن نخضع كتاب صحيح البخاري، وسنخضع غيره من الكتب أيضا في دراسات قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى علم الكوديكولوجيا، إلى علم دراسة المخطوطات، وهو علم حديث. فكانت النتيجة التي وصلنا إليها وهو أن الشيخ البخاري لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بكتابه صحيح البخاري. وانتظروا صدور الكتاب لتقفوا على الدراسة، وحياكم الله.